السلام عليكم يا هلا والله ليكوا واحدة. فيديو النهارده كثرة التقاويل وانتشرت فيديوهات كتير لاتنين في الشارع ماشيين عند الزبالة واقفين. شاعر والله. ومن هذه الأواويل قالوا إنهم مصريين. هذا كلام كبير. شاهدوا المقطع لكي تتأكدوا بأنفسكم، ولكن قبل ما تشاهدوا صلوا على النبي وخلينا نبدأ. تمد ايدك عليه هذا ولا ايه؟ ولا ايه حكاية الفيديو اللي انتوا شايفينه ده؟ دول اولا مش مصريين، دول في البرازيل. شاب سرسجي برازيلي ومعاه الفتاة الاخرى السرسجية برضه، الاتنين يعني واحد. دول من الناس اللي اعزنا واعزكم الله اللي بيناموا في الشوارع هناك في البرازيل، اللي هم بيكونوا مختارين حياتهم كده، مش الظروف اللي مأجبراهم. بيحبوا بعض وعارفين بعض والنتيجة باينة على بطن البيت. يا مولانا تولانا. يعني مش محتاج اشرح لك. يعني انتشر لهم فيديو واحد قاعد في البلكونة بيشرب كوباية شاي كشري مش فتلة، راح مطلع تليفونه ومصورهم الفيديو دوت ومنزله وجايب ملايين المشاهدات. طبعا الناس اللي ياخدوه اللي عايزين يسوقوا سمعه البلد دي ياخدوه ويقولوا لك دول مصريين. وشاهد قبل الحس في الشارع بنت بتتخانق مع حبيبها اللي ببطنها عشان يعترف بيها لكن هو مش راضي. انت مؤلف كبير مخلاهم مصريين. وطبعا الناس الكومنتات فخر واخر قله ادب. لذلك انا طلعت عملت عن الفيديو وقلت اوضح السبب. دول برازيليين ولكنهم ليس مصريين، ومش كل من تراه اعيانك تصدقوا. وبعدين ركز في العربيات هتلاقي النمر باينه. دي منظر نمر في مصر. يا جدع اتقي ربك بقى. تعبتوني نفسيا اكتر ما انا تعبان. فلذلك هنخش على فيديوهاتنا ونقول اللي بعده. كم يوم لازم تشتغل عشان تشتري ايفون 17؟ اذا كنت عايش في امريكا راح تحتاج تشتغل لمدة اسبوع عشان تشتري الايفون 17، واذا كنت عايش في السعودية راح تحتاج تشتغل 20 يوم عشان تشتري الايفون 17، واذا كنت عايش في الجزائر راح تحتاج تشتغل سنة ونص عشان تشتري الايفون 17، واذا كنت عايش في سوريا راح تحتاج تشتغل سنتين عشان تشتري الايفون 17، واذا كنت عايش في اليمن راح تحتاج تشتغل سنتين ونص عشان تشتري الايفون 17. علمني انت في دولتك كم يوم لازم تشتغل عشان تجيب ايفون 17. بلاش اقول لك في مصر اشتغل قد ايه عشان خاطر تجيب. فلذلك احنا ما بنشيلش الحاجات الحرام دي. احنا بنجيب كيلو تفاح، احنا ما بنجيبش تفاحه، احنا بنجيب كيلو. باشا انت بتتكلم مع المصريين. احلى كيلو تفاح للباشا وهو ماشي. هنهزر، انما نجيب لك تفاحه ومقطومه البتاع ما عجبوش الهبد اللي احنا هو هي هو يا ولد. اللي بعده قولوا لنا بقى ايه مدى التفاهم اللي بينكم؟ لا احنا متفاهمين كتير، احنا عمرنا ما اتخانقنا. بصراحه عمرنا ما اتخانقنا سوا. بسم الله ما شاء الله. طيب قولوا لي مين اللي فيكم لمح للتاني الاول؟ هي ما حصلش على فكره. ما تقوليش كدابه وانكشك ليه بأمارة ايه يعني؟ طب صوتك ما يعلاش عليا عشان ما اتغباش عليكي. استاذي يا حبيبي اقعد انت مالكش دعوه. ماشي انا راجل صوتك ما يعلاش عليا. تتغابى عليا مين؟ وبعدين انا هوريك انا بنت اصلا وما ينفعش ترفع ايدك كده عليا. طب بصي عشان انا اصلا من اول يوم مش طايق. اقعد انت مالكش دعوه. انا من اول يوم مش طايق والنزوله دي كلها مش على هوايا. ما تكلمنيش كده. بقول لك ايه، خدي كده مع نفسك بقى انت وهي. حبيبي سلامه شرفتنا. نكمل سوا بقى. بريموزيل المصريه جبروت تقيله. الواد ما استحملش وبق بقى وفي الاخر خد بعضه ومشي. اللي بعده الريد بل اللي في ايدي دي ب 200 جنيه، بس انا لقيت كل الناس منزله عليها فقلت لازم نجربها مع بعض. يلا بينا نجربها. متحمس قوي يا جماعه اجربها، بس انا يعني بحاول ان انا يعني اعملها معامله ملكيه. ب 200 جنيه يا جماعه. ليه يا جماعه في ايه؟ ايه الفرحه العارمه كانك جايبها ب 200 مليون دولار؟ في ايه 200 جنيه يعني 4 دولار؟ احلى حاجه فيها يا جماعه ان هي زيرو شوجر. يعني يا جماعه انت فرحان قوي كده ليه بجد؟ ده كده عفويه وبتاع يعني اللي هو طالع فرحان ليه؟ فرحه مبالغ فيها اوفر ليه يا حبيبي؟ يا لهوي على الجمدان. زيرو شوجر وبطعم البلو بيري وايه الجمدان ده؟ هي بطعم البلو بيري بلاك كارنت فليفر. بلاك كارنت ده اعتقد فاكهه نادره جدا مش موجوده في اي حته اصلا. ب 200 جنيه يا جماعه. مش يا دي 200 جنيه اخر 200 جنيه معاك ولا ايه؟ لا اله الا الله. بلو بيري جامد جدا. يلا بينا ندلقها ونشوف لونها ايه. لا انا مش عايز اشوف لونها وما عنديش فضول وهخرج من الفيديو. اللي بعده يا ناقصه يا عم. تسأل عليا ليه؟ الصابون سائل وانت مش سائل. دي معاكسات ايام الجاهليه. ده بيفكرني بالناس اللي بتبعت صباح الخير على شكل فنجان قهوه. صباحك ورد وفل. انتوا معانا في الكوكب. اللي بعده لما اطلب من ابويا فلوس اشحن النت. ورحمه امي ما هتاخد فلوس. انت الدنيا مغفلاك معايا صدقني والله. اكفر كفره يقول ليش تكفر. يمكن انت اللي فيك حاجه غلط النهارده. ده مش يمكن، ده اكيد الفيديوهات حلوه لكن انا اللي دم تقيل النهارده.
هو مش النهارده بس كل يوم عمل. لكن اللي بعد يمينا كارفاخال، من اليسار برازيلي مارسيلو، وسط الدفاع. استنى يا بت، صورة ايه دي عشان نقول لام العيال؟ صورة مريم. هنا البت عاملة خطة هجومية دفاعية عشان خاطر تتجوز. جدع فتاة، بيدعوا لي معاكم. اللي بعده الرجل ما بيترك مرأة هو بيحبها إلا بعد مشاوير ومحاولات، وبيجيك يمين وبيجيك شمال ويا بنتي يهديكي ويرضيكي، وانت لا، انت معندة، انت مسكرة معاكي. مسكرة معاكي يعني طعمها حلو. طب ولو حدقة تبقى محدقة معاها؟ ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. طبعا اللي مش عارف معنى كلمه مسكر يعني يقفل، دي يقفل بالمصري، لكن مسكر دي بلغه الشام او بلغه الاردن. فاهمين بالي؟ لكن تخيلوا يا جدعان عندهم الحاجه الحادقه اسمها حامضه. يعني احنا عندنا الحاجه الحامضه دي في مصر اللي هي بايظه مش نافعه تاكلها تاني، لكن هم عندهم حامضه يعني حادقه. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. وحبه البركه اسمها ايه؟ الشيخ شلبوب. اللغه العربيه محتاجه اعاده. اللي بعده انت ازاي جالك قلب تطلع تقول ان انت اجمل شاب في مصر؟ اقول لك ليه؟ لو لقيت انتاج او حد احسن من الشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي ده يبقى قول لي عندك حق. شراطير نمل وصراصير حتى الزواحف مصل خطير. انا الماني ومش هتعاني خلاص ايدك شكلي. ليه؟ على اجمل شاب في مصر. هو كلها خلق ربنا والله، لكن مفيش حد حلو بيقول على نفسه حلو. خدها قاعده. يلا كل واحد في عينه بيكون شايف نفسه مفيش منه. اللي بعده خطيبتي مره تنزل معايا وانا اسف يعني شنبها باين. وليه اسف؟ ومره اشم ريحه مش حلوه ولما اتكلم معاها تقول لي راجعه من الشغل. العفانه ملهاش مبررات، واسمع واحده تقول لي حريه شخصيه هديها على بقها، ولازم تشوفني على طبيعتي. تبقى مصيبه لو دي طبيعتك، تبقى كارثه لو دي طبيعتك، ومش عارف تعمل ايه تجري. وعليكي وعلى ريحتك المصممه. اولا الواد اللي كاتب لك السؤال ده واد مش جدع وعامل زي المرض ده مبدئيا وعلى الدغري كده. مفيش راجل في الدنيا اروح اتكلم مع يعني على مراتي اللي هي تبقى مراتي، يعني خطيبتها تبقى مراتي، واروح متكلم عليها مع واحده حتى لو على السوشيال ميديا عشان خاطر تطلع تعمل فيديو وتقعد تتريق عليها وتقعد تنكت عليها واشم ريحه مش حلوه وشنبها طب معاها ليه؟ طيب ما هي واخده كريستيانو رونالدو، الواد السكس باك، اغنى رجل في العالم اللي مطرشم الدنيا نجاح. فوق يلا. حاجه مضايقاك منها اروح اتكلم معاها هي، حاجه مضايقاني من مراتي من خطيبتي ايا كانت ايه اكلمها هي، اقول لها هي، مش هروح احفل معاها مع واحده تانية عليها. وكده بقى انا الشاب الروش اللي مفيش مني، والتانية تطلع بقى اللي هو ايه ايه القرف ده وايه النتانه دي وايه مش عارفه ايه، احنا كلنا بنطلع فراولات من تحت بطاطنا. مش حلوه ولا تدل على رجوليتك، تدل على ان انت راجل من ناس وين بتقعد على الحجر. ومع احترامي الكامل يعني مفيش راجل بمعنى الكلمه بيتضايق من خطيبته ولا حبيبته ولا مراته ولا ايا كانت مين واروح اتكلم عليها مع واحده ثانيه. كلمها هي في النظافه الشخصيه، اقول لها ريحتك مش حلوه غيري كذا. الحاجات دي بيني وبينها مش بين الكل وكله يشوفها. فين الرجوله في الموضوع؟ اللي بعده يا نهار اسود ده يا شيخه، يا نهار اسود مكرونه باللحمه. ردة فعلك اوفر. شايفاه واقف بالاندر. بابا تعال شوف اللي بيحصل بره ده. يا الله ايه اللي بيحصل بره؟ جبنه رومي يا حاج. واحد واقف بالفلنه. يا نهار اسود. ايه واقف بالفلنه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا مين؟ انت يا بتتمطع بقالك ساعه. انا قاعد عمال تعمل ايه دخلت قالت لابوها وجت وانت قاعد ايه يا ابني اللي انت عامله ده يا ابني؟ عامل مكرونه تعالى كل معايا يا ابني. عيب يا ابني يا جدع. يا ابني استر نفسك يا ابني، ده بلكونه يا راجل. لكن في البلكونه عيب، في جيران. لا حول ولا قوه الا. خلاص يا حاج عشان الدمعه تنزل من صغري. من صغري يعني من صغري. ايه يا حاج ما تخليك في بيتك وكل واحد حر في بيته. ايه يا واد يا شقي اللي انت بتقوله دي؟ الواد خطير جدا، خطير بالجبنه. وانا باجي اتحكم فيك؟ وانا باجي اتحكم فيك؟ قول لي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هش الدبانه وصلي على النبي. جدع. انا مش بتحكم فيك، البلكونه والشارع ملعب. لكن تطلع عريان في البلكونه لكن تطلع عريان في البلكونه؟ ده اختراع جديد ده. عيب يا ابني، انتوا جيل قليل الادب، جيل ما ترباش. هتعصب عليك دلوقتي. هتعصب. احترم نفسك وخليك مؤدب. عصبتني. واحترم ان انت ليك جيران. خلاص يا عم ما تخشمنيش كده في صوتك. ايه انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي هيخليني اتنرفز دلوقتي؟ هتعصب مش هشوف قدامي. عصب يموت. الناس تخاف ما تختشيش. تعالي يا منى. كبر السنه؟ تعالي معايا، احنا هنروح له بيت. طب واخد بنتك معاك ليه؟ طب ما تروح لوحدك. ازيك يا حاجه؟
انا جارك اللي في الشقه اللي قدامي. اهلا وسهلا. احنا جيران. والجيران لبعضيها، احنا جايين ناخد علانه لفلانه. ابنك يقف في البلكونه بالفانيلا محملات والبت تبص عليه كده وتتحرج، والبت واقفه هتموت من الضحك. انا ابني مندو عشان الحر دايما بيقف كده. يا حاجه ده مش موضوعنا، هتنرفز عليك انت كمان. انت لو كنت مراتي كنت حلفت طلاق 3. طب عليا الطلاق بالثلاثه. انت طالق طالق بالثلاثه. عصبي جدا والفيديو كله عصبيه وتهور، عشان كده انا هطلع اجري من كتر الخوف اللي انا فيه. درجن اللي بعده. يلا بينا نحضر لانش بوكس تالت يوم دراسه ونشوف النهارده هنحط ايه. يلا يا حاج. النهارده عامله رز بسمتي بالزبيب والمكسرات. رز بسمتي في المدرسه؟ هو رايح فين؟ هو رايح رحله يا حاجه؟ كفايه كده. وكمان صباعين كفته. ده اضطر على قلب الواد يعني. وننزل بقى بالتقيل. قلت عشان حاسه ان هو خاسس الفتره دي فقلت هظبطه بحماميه. حمامه في الهانش بو. احنا بلد عايزه ضرب النار والله. وبقى هحط له شويه سلطه ياكلها مع الاكل ده عشان يبلع اللقمه. ما تحطي له بالمره جوزه صغيره وحجرين معسل عشان يحبس بعد الاكل. يا ابو مي انا جاي. حاجه بسيطه كده. ده انت بتموتي في البساطه. وطبعا بقى وحده الميكس ما ننساهاش عشان هو بيحبها قوي. هنا بقى الشوكولاته دي هو بيحبها قوي، او البسكوت بالشوكولاته. النهارده كده كانت حاجه سهله وخفيفه على قلبه وحضرناها بسرعه جدا وبدون ولا وقت ولا مجهود. ده كله سهل وخفيفه. يا ريتني كنت ابنك. افتكرت ايام زمان ما كنتش باخد سندوتشات معايا حد، ويوم ما يعملوا سندوتشات كانوا هم رغيفين فين صغيرين، وتاخد جنيه يتيم تجيب بيه سندوتشين كان بنص جنيه الواحد. بعد كده غلي بقى ب 75، ما بقتش اجيبه، بقيت اجر عجل بالجنيه. كانت اختي تاكلني اكلها والله، وكانت تديني مصروفها، وانا كنت اشيله بقى عشان اجر عجل بقى. ما خلاص انا هاكل بقى. لقيت مصدر جديد، الله يرحمها قولوا لها الفتحه. امين الله يرحمه. اللي بعده اهو ابليسه اللي انت بتظبط معاها دي، انا وانت عارفين كويس قوي انها اصلا لا تستهلك ولا حتى تستاهل ضرب الجزم. خساره والله العظيم الجزم تتوسخ. شفت يالا ابليسه يالا؟ شفتي الابليسه اللي انت عارفها ده ولا ما شفتهاش؟ كلنا شايفينها جامده. عامله منك خاتم لابساه في صباعها. تتحكم فيك يا اخويا في الرايحه وفي الجايه، وانت بقى عشان تبقى كاريزما كده لازم تعمل كده. وده رغم كل تصرفاتها اللي تخلي اي راجل عنده ذره من عزه النفس او من الكرامه يقفل موضوعه معاها نهائيا. يقفل الموضوع بشكل نهائي عشان خاطر كده. عشان خاطر كده انا بعمل لك الفيديوهات دي. الكلام اللي هقوله ده تنفذه بالحرف الواحد. هي ملففاك حوالين نفسك، مش مخلياك تعرف هي عايزه منك ايه، واصلا عايزه تكمل معاك ولا لا. ده هو في الاصل يعني المعروف عنهم ان هم اصلا مش عارفين هم عايزين ايه، هم اصلا مش عارفين نفسهم، ودي حاجه كلنا عارفينها يعني. لكن كده طالما بتتصرف معاك بالطريقه ديت يبقى البت دي كده لا مؤاخذه بتلف فوق حوالين رقبتك عشان تستغلك. اسمع بقى اللي هو هيقول لك عليه. فاكر مودي ولا بودي ولا دودي ولا مش عارف اسمه ايه المدهور اللي انت كنت شاكك ان في حاجه بينها وبينه، ورغم انك واجهتها في الموضوع ده انكرت تماما، صدقتها عشان انت طيب. لكن في الحقيقه اللي عايزك تعرفه ان مودي ولا بودي دوت في بينهم حاجه، وهي انكار لكن في بينهم حاجه. استرجل بقى وانشف وعشان خاطري ما تبقاش هفاء. طيب لو عايز تعرف ازاي تعيشها العمر كله مرعوبه انها تدوس لك على طرف وبما يرضي الله، اشترك في الكورس بتاعي. ده انا عشان اعرف ارد عليها اشترك في الكورس. عشان اعرف ارد عليها اروح اشترك في الكورس بتاعه، عشان يعني ما حدش يلعب في دماغك بقى. شفت ان كل ده مصالح بتتعمل على قفاك انت؟ شفت ان انت كمشاهد غلبان قوي؟ اي اتنين في الدنيا ما تدخلوش تالت ولا تسمعوا كلام السوشيال ميديا ولا حتى كلام، عيشوها زي ما ربنا ارادها. في تلاعب الا لو بنت شمال بقى يعني، لا دي حاجه لوحدها يعني. لكن بنتكلم في العادي معظم البنات بالفعل هم مش عارفين جواهم عايزين ايه. وده مش بقول لك ان هي تقول لك انت زي اخويا او ما بتحبكش او ما فيش حب او خطباك مثلا بس مش طايقاك وبتعاملك معامله زي الزفت واقول لك لا كمل اصل هي كده تمام. لا دي كده مش تمام وسيبها فكك منه. فما تخليش الكلام دوت كل ده بيقوله وكل ده بيعمله وكل ده بيدخلوا لك في دماغك عشان خاطر انت غلبان فتتوهم فتقول انا عايز بقى ارد ابقى جامد كده. لما تشترك في الكورس بتاعه تعرف ترد عليه. هب اللي بعده عامله لكم بقى احلى اكل. شيلي الاكل ده من هنا. في ايه؟ حصل حاجه ولا ايه؟ ومش هناكل الا مرات ابنك لما تلبس حاجه وشعرها اللي رايحه جابيه دوت لازم يتغطى. ليه يا حاج؟ اتعدل يا ابني المتضايقه، ما تخلينيش اشتمك في وسط الناس كده، عيب يعني. خليك محترم، بيخرجوني عن شعوري. في ايه يا محمد؟ ما عمي عارف ان انا مش محجبه، هو بيتكلم معايا كده ليه؟ في ايه يا محمد؟ عمي مسكني عشان بشعري.
ده بيهزر. ايه يا بابا في ايه يا بابا؟ ايه يا بابا في ايه يا بابا؟ ايه دي؟ مش هناكل ولا ايه يا بابا؟ بابا يلا يا ماما هاتي بقى الاطباق. يلا يا ماما هاتي بقى الاطباق عشان ناكل بقى. قلنا مش هتاكل الا لما تغطي شعرها. اقسم بالله ده انا ابقى راجل مهزأ اما خدت مراتي ونزلت، ابقى جاي جايبها عند اهلي وجايين بقى عشان هناكل، يقعد يقول لا انت هتاكل لما تعمل، وهم اقعد اتحايل عليهم عشان تاكل. والله لا خدها اكلها في احسن مطعم وخلي لكم الاكل. ايه ده؟ ايه الهزار ده؟ خدوها قاعده يا جدعان، كرامه مراتك من كرامتك. اللي بعده اجمل بنات بالعالم بنات مصر. بنات مصر طول، جمال، حلاوه، قشطه، عسل. خلاص يلا ايه ده يقعد يتغزل في برام بلدي قدام. شباب الاردن حاطين عينيهم على البنات المصريه، والشباب المصريه حاطين عينيهم على البنات الاردنيه. مامو العيال الاردنيه ادعوا لنا بقى بتيسير الحال وربنا يكرم كده. عايزين نتداول اللي بعده. يا مندي شوف ايش فيه؟ موجوده علي جابر. يلا بالشمال حبيبي. هدي يا بيبي. معلش اشرب فانتا بيبسي معلش. انت لسه مقصر فيك الماتش؟ ده بقاله اسبوع يا جدعان. يا عم عادي، احنا فوزنا انتوا خسرتوا، احنا ما خسرناش انتوا خسرتوا، عادي كلنا ببعضينا. فوق بس وروق كده يا جدع. خد ماوس ليزر. اللي بعده روح قلبي من العين هي اللي صيناني، خرش على الخدين الدنيا ورداني، بعدي انا ماليش بنيده حطاني، ما لقيتش غير حضنك في البرد دفاني، انا شفت ياما كتير ولا واحده عجباني، خلاص بيك اكتفيت مش عايز انا تاني. بنت البكريه ووشك في الحيط وقفاك ليا، واشوفك على الفيديو الجاي يا نن عينيا.